لما تكون على السوشيال ميديا ويقابلك فيديو لحد كلامه مش عاجبك، طريقته مش عاجباك، اسلوبه مش عاجبك، ما تدخلش في التعليقات تشتمه، ما تدخلش في التعليقات تهاجمه. ممكن تقوله نقد يعني ايه، زي ما بيقولوا بناء، ان انت تقوله مثلا لا انت لو عملت كذا هتبقى احسن، لا انت لو عملت كذا هتبقى احسن، لا هو انت كويس كده بس في حاجة بس عايزة تتصلح، لا هو مثلا يعني حاجات كده بشياكة باسلوب حلو. يعني خلي اسلوبك حلو في الكلام، ما تدخلش تشتمه وتهاجمه وتقوله انت فيك وفيك وتكرهه في عيشته. وحرام، انت ما تعرفش اساسا ممكن يكون هو مش مستوعب اللي هو بيعمله ده. ممكن يكون مثلا هو عامل الفيديو ده عشان مثلا محتاج فلوس، فهو طالع مش مستوعب ان هو مثلا الحاجة دي وحشة قوي، او الحاجة دي باينة قوي ان هي وحشة. فانت ممكن تبين له مثلا الحاجة دي يعني عايزة تتصلح، مثلا عايزة تعمل لو عملت كده يبقى احسن، لو عملت كده يبقى افضل. كلمه بالراحة، انت ما تعرفش ظروفه ايه، ما هو اكيد برضو طالع عامل الفيديو ده عشان محتاج فلوس. ظروفه مثلا مش قد كده، هو ممكن يكون عامل الفيديو ده عشان هو بيحب يتصور وبيحب يتكلم قدام الكاميرا وبيحب عايز يتكلم كده مع الناس، ممكن يفتح بث مباشر ويتكلم مع الناس. فانت ما تجيش تحبطه كده وتديله على دماغه وتكرهه في عيشته. يعني هي العيشة اساسا صعبة، هي مش مستحملة ان كل واحد يقولك كلمة، كل واحد يقولك كلمة من هنا ومن هنا ومن هنا. يعني قبل ما تعمل حاجة حط نفسك مكان الشخص ده. انت ترضى ان حد يدخل في التعليقات يشتمك؟ انت ترضى ان حد يدخل في التعليقات يقولك كلمة مش كويسة؟ كل ده احنا بنشوفه. طب ليه ليه بنقول لبعض كده، وليه بنغلط في بعض؟ انت مش عاجبك الفيديو ما تتفرجش عليه، ما تتابعوش. يعني انت الشخص ده ما تتابعوش، انت عرفت خلاص ان هو ده محتواه وان هو بيقول كذا وبيقول كذا، لا خلاص انت ما تتابعهوش ولا تدخل تشتمه ولا يشتمك. عشان يعني دي اخلاقنا. خلي فيه كده تعامل كده كويس بينا، علشان يعني هو ده اللي بقالنا الكلمة كويسة. خلي كلامك كويس، انت يعني مثلا حاجة مش عاجباك ما خلاص ما تتكلمش، ما تشوفهاش، انت مش مجبر ان انت تشوفها، ما تشوف حاجة غيرها. ما النت مليان حاجات، السوشيال ميديا مليانة فيديوهات، مليانة ناس. انت رايح عند اللي هو مش عاجبك وتتفرج عليه وتشتمه؟ يعني بصراحة اسلوب غريب جدا يعني. ولو هتنتقده انتقده نقد كويس، لو مش عاجبك خالص ما تشتمش ولا اي حاجة، ما تشوفوش.